اهلا بيكم. لو سالتك ايه هو اكبر تحدي ممكن يقابل اي حد بيبدا تجارته الالكترونيه، اكيد هيجي في بالك الفلوس، بس عادي ممكن تلاقي حل. او ممكن يجي في بالك بناء المتجر الالكتروني نفسه وتعديلاته. ممكن حد تاني يفكر في عمليه الشحن وتوصيل المنتجات للعملاء، بس شركات الشحن كتير عادي. كل دي تحديات مهمه في التجاره الالكترونيه، بس مش هي اكبر تحدي. لان اكبر تحدي في التجاره الالكترونيه وخصوصا في مرحله البدايه هو اختيار المنتج نفسه. وسواء كنت بتقدم منتج مادي او رقمي او بتقدم خدمه، فاختيارك للمنتج المثالي بيضمن لك انك تمشي نص المشوار في تجارتك الالكترونيه. وفي الفيديو ده هقول لك ايه مواصفات المنتج المثالي اللي تبدا بيه في تجارتك الالكترونيه. اولا لازم يكون منتج مميز وجديد، وكل ما كان المنتج جديد في السوق وغير متوفر كل ما كان عدد منافسينك اقل، وبالتالي بتزيد فرصتك لتحقيق مبيعات وارباح اكتر. بس لانه اكيد من الصعب تلاقي منتج محدش عمله قبل كده وملوش منافسين، ففي الحاله دي يبقى لازم تاخد بالك من نقطه تانية وتستغلها، وهي نقطه السعر. ودي تاني نقطه مهمه. وهنا هنتكلم عن السعر من ناحيتين. بالنسبه للعملاء من الافضل انك تقدم لجمهورك سعر اقل شويه من المنافسين، وبكده هتضمن ان منتجك يتفوق عليهم في المنافسه في النقطه دي. ومن الناحيه الثانيه لازم أن يكون السعر بتاعك الخاص بالمنتج مناسب ليك كتاجر، بمعنى انه بيغطي تكاليف الانتاج وبيحقق لك نسبه ربح مرضيه. ثالث حاجه ان المنتج يكون فيه ميزه تنافسيه او يونيك سيلينج بوينت. واختيارك للميزه دي بيحتاج دراسه وبحث كتير جدا، لانك هتبني عليها كل حملاتك التسويقيه بعد كده، وهتكون هي السبب الاساسي اللي يخلي العملاء تشتري المنتج او تجرب الخدمه، لانه بيشبع عندهم نيد او احتياج ما يقدرش يحصل عليه من اي منتج تاني. توفر الثلاث مواصفات دولت في المنتج بتاعتك بيضمن لك انك توصل لمنتج مثالي الى حد كبير جدا، تقدر تقدمه لجمهورك وتدخل بيه المنافسه، وبكده تبقى عديت من اكبر تحدي ممكن يواجهك في بدايه تجارتك الالكترونيه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، لو عندك اي سؤال عن التجاره الالكترونيه اكتبه لي في كومنت وهرد عليك. دمتم بسعاده.